هاتي صدر الفرخة وقطعيه زي الشيبسي وبعدين اسقيه بعصير الطماطم، واضمن لك ان النتيجة دي هتخلي عيلتك عايزين ياكلوا الاكلة دي كل يوم. شايفين الشرايح عاملة ازاي؟ تعالوا نشوف هنقطعها كده ازاي. حضرتك هتجيبي صدر الفرخة وهو طالع من الفريزر وتقطعيه بالطريقه اللي انت هتشوفيها دلوقتي. الصدر ده زي ما انتم شايفين يا جماعه، عايزه اقول لكم ان هما صدرين يعني ما يجوش نص كيلو. انتوا شايفين بالنسبه لايديا حجمه عامل ازاي، وهو متجمد كده بقى قطعيه. لو سبتيه يفك استحاله هتعرفي تجيبي التقطيعه الرقيقه اللي انت شايفاها دي. بعد ما تقطعيه كله حطي عليه معلقتين كبار من الخل وقلبيهم كلهم في طاسه على النار. معلقه كبيره من السمنه البلدي، السمنه الحلوه بتاعتنا او الزبده الفلاحي، بس يفضل سمنه عشان الزبده بتتحرق بسرعه. وانزل بشريحه شريحه من الشيبسي الفراخ اللي احنا عملناه لغايه ما انزل بيهم كلهم علشان ما اوطيش درجه حراره الطاسه. هقلب فيهم كده لغايه ما ياخدوا اللون الابيض بتاعي، وانزل بربع كوبايه من عصير البصل ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. هقلب الكلام ده واحط معلقه صغيره من عسل النحل ومعلقه صغيره من المستردة. بالنسبه بقى للمستردة ومعلقه الهوت صوص اللي انا هحطهم دلوقتي، دول حاجه اختياريه بس بجد بتفرق. بس لو هتشيليهم حطي معلقه تاني من الخل. دلوقتي بقى سيبيها تشكشك مع بعضها كده دقيقتين 3 على النار، وهاتي الطاجن او الصينيه بتاعتك، حطي زيت من تحت ودهنيه بالزيت كويس ومن الجوانب، وهاتي مكرونه قلم كيس ونص تقريبا من المكرونه. الكميه دي هتكفي 5 افراد. زي ما انتوا شايفين كده حطيت كمان زيت تاني وهقلب المكرونه كويس. ليه بقى حطيت الزيت التاني ده؟ علشان المكرونه ما تلزقش في بعض. سقيتها بمرقه، المرقه شوربه لحمه او فراخ، شوربه عاديه عاملاها في البيت يعني. وحطيت معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، فلفل اسود وبابريكا، ولو حابه تحطي شطه حطي، وكيسين من مرقه الدجاج البودره، بلاش المكعبات لان هي مش هتنفع خالص في الوصفه دي. معلقه صغيره من السكر وشويه ملح. قلبي الكلام ده كله مع الشوربه والزيت والمكرونه لغايه ما تحسي ان هما كلهم اندمجوا تماما كده. دلوقتي بقى شلت الفراخ من على النار وهي نص سوا ونزلت بيها كلها على وش الطاجن. جبت عصير الطماطم بتاعي وسقيت بيه الفراخ والمكرونه من فوق، ومعلقه سمنه على الوش، وغطيها بالفويل. تعالي بقى اوريكي منظر شيبسي الفراخ بعد ما دخل الفرن بقى منظره عامل ازاي. يا ترى شكله عامل ايه وهيفرق ايه عن القطع؟ مبدئيا كده زي ما انتوا شايفين الكمية قطعت كتير، وكل حتة شريحة من الفراخ واخدة طعم البهارات والبصل اللي احنا حاطينه. بجد جربوها وهتعجبكم.